السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم من مطبخي. اليوم جيت وجبت لكم وصفه لصلصه الطماطم تجيكم خضراء وبنينه كما تشوفوها في الصوره. نبداو ديريكتومون في الوصفه. هنا جبت جوج حبيبات طماطم يكونوا هكذا متوسطين في الحجم، نقيتهم غسلتهم كامل ورايحه نقطعهم هكذا الى قطع صغيره، ما يهمش يعني لانه رايحه نرحيهم كامل في الاشوار. تقدروا تضاعفوا الكميه، ديروا كميه كبيره يعني من الطماطم، تطيبوها وتحتفظوا فيها في الثلاجه. كل ما تحتاجوها في الكونجيلاتور، يعني كل ما تحتاجوها تجبدوا منها، يعني تجيكم بنينه وتصلح المملحات لي غاتا، تقدروا تطيبوا بها كلش. هنا قطعتها كامله هكذا. نجيب لاشوار تاعي، نفرغ الطماطيش. هنا نسيت ما زدت لهاش ثوم حبات، كنت ناويه نربيها مع الطوماطيش، نسيتها. نتوما تقدروا ديروه ديريكتومون مع الطوماطيش هكذا باش تختصروا الوقت. بعد ما رحيته كامل راني فرغته في المقله. هنا واش راح نزيد لها؟ راح نربي لها الثوم. عندي 3 سنينات ثوم يكونوا متوسطين، ربيتهم هكذا في العرب. اللي ما عندهاش ثوم حبات تقدروا تعوضوها بثوم بودره. بعد ما رحيت الثوم تاعي دوك رايحه نزيد لها شويه زعتره ما نكثروش، شويه برك. ندير لها شويه زيت زيتون، وفي الاخير رايحه نزيد لها زيت واحد اخر راح تشوفوه معنا في الوصفه. ندير لها شويه ملح، نزيد لها رشه سكر باش الصلصه تاعنا ما تجيناش يعني قارصه. وندير لها فلفل عكري، تقدروا ديروا الحلو ولا الحار كما تحبوا. ما نديروا لها الماء، ما نزيدوا لهاش الماء، طيبوها يعني في الماء تاع الطماطيش برك. هنا كان عندي شويه نعناع يابس، رحيته بنيديه وضفتو لاصوص تاعي ونحطها طيب على نار تكون هاديه. هنا بعد ما طابت شوفوا تجي خاثره ولونها يجي احمر، الله الله. هنا زدت لها شويه من الزيت تاع الطون، لانه راح ندير بها بيتزا مكسيكان اللي راح يعني نشارك معكم الوصفه في الفيديو القادم ان شاء الله. هذه هي وصفتنا، جربوها وان شاء الله تنال اعجابكم. الى وصفه قادمه ان شاء الله.